السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. عيد أضحى مبارك عليكم إن شاء الله. الحقيقة في مشاهد كل سنة وكل عيد بنشوفها، والمشاهد دي عبارة للأسف عبارة عن مشاهد كارثية. والحقيقة إن المشكلة مش في المشاهد دي وبس، المشكلة إن في بعض الأسر بتشترك مع بعضها وبيشتروا الأبقار والأغنام قبلها بشهرين أو بتلاتة، قبل العيد بشهرين أو بتلاتة أو أيا كان الفترة إيه هي، ويقولك الأضحية تفضل عندي الفترة دي كلها عشان تاكل كده وتتغذى لغاية ما يجي العيد وأذبحها. وفي فترة تربية الأضحية دي تيجي بقى الأطفال تتعلق بيها، وتروح الأطفال تأكل الخروف أو الأبقار والأغنام، وفي الآخر يشوفوها وهي بتذبح قدامهم. السؤال هنا بقى، ليه طفلك أو ليه الأطفال عموما تشوف السكينة وتشوف الدم وتشوف الذبح، وخصوصا لما يكون الأطفال دي اتعلقت بالأضحية أو بالأغنام أو بالخرفان اللي أنت كنت مربيها، وتبقى بالنسبة للأطفال ساعة الذبح دي بتبقى فعلا مأساة، لأن هما فعلا بالفعل اتعلقوا بيهم. على الجانب الآخر بقى زي ما انتوا شايفين قدامكم المشاهد المستفزة دي وكمية التهريج والاستهزاء بمشاعر الحيوان، مشاهد محزنة للأسف، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام رق قلبه لدموع جمل. واحنا للأسف بنشير الفيديوهات دي على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عشان تكون مجال للضحك والهزار السمج اللي ملوش اي معنى، ولا عندنا ثقافة ازاي نتعامل مع الحيوان قبل ما يتذبح، ولا بنلتزم بالقواعد الخاصة بالذبح، اللي هو مثلا الأضحية بتاعتك ما تشوفش السكينة قبل ما تذبحها، أو ما تذبحش أضحية قدام أضحية تانية وغيرها. والغريب هنا والأغرب في الموضوع إن إحنا بنحب المنظرة والفشخرة، بنحب نجيب الأضحية أو الذبيحة نذبحها كده في الشارع قدام الأطفال اللي اتعلقت بيها وقدام الناس عشان نتمنظر، وكلها قصص فيك. والناس بقى تتلم حوالين الأضحية اللي هتتذبح ويبتدي الحيوان يتوتر ويجري، ونشوف المشاهد اللي معظم الناس بتشيرها عشان تضحك وتهزر. الفكرة هنا إن ليه ما يبقاش في أماكن مخصصة للذبح زي ما موجود بالفعل اللي هو المجزر أو المذبح؟ ليه بنحب الفشخرة وإن إحنا نتمنظر قدام الناس وفي نفس الوقت ما عندناش الخلفية اللي تخلي الحيوان ما يخافش ويبقى ماشي كده في إيدينا ذليل؟ ليه انت كواحد عندك أضحية او عندك ابقار او حتى خروف، ليه ما تلتزمش باماكن الذبح اللي هو المجزر او المذبح ويتم فيه كل الاجراءات هناك، اذا كان بقى توزيع اللحمة وغيرها، بدل ما احنا كل سنة بنشوف المناظر المؤسفة دي والكل بقى يضحك عليها ولا كأنها شعور حيوان؟ وحقيقي حاجة في منتهى قلة الادب. ولو بصيت لها من منظور تاني هتلاقي ان هو الشخص اللي بيرفع فيديو عشان متعاطف مع قطة ولا حتى حيوان واحد بيأكلها في فيديو، هتلاقيه هو الشخص اللي بيرفع الفيديوهات دي كل سنة عشان يجيب له مشاهدات والناس تفضل تضحك عليها وتهزر. القصة بقى واللي انا عايز اسأله، ايه الاستفادة من ان انت تضحك وتهزر مع حيوان خائف قبل ما يتذبح؟ ايه مصدر الكوميديا فيها يعني، او ايه مصدر الضحك؟ وليه دايما عندنا المبادئ بتتجزأ، قطة ولا كلب نحن عليه ونأكله ونشربه في الفيديوهات؟ ومشاهد الأضحية اللي بتجري في العيد بتبقى مصدر للسخرية والتريقة والضحك. ولو رجعت للسبب الأساسي هتلاقي كل ده بسبب الفشخرة والمنظرة قدام الناس. عشان كده ما بنلتزمش بأماكن الذبح، إن احنا نودي الأضحية بتاعتنا لمذبح أو مجزر. فأتمنى إن كل اللي عنده أضحية عايز يذبحها في العيد التزم بأماكن الذبح، لأن لو عندك أطفال كانت متعلقة بالأغنام والأبقار دي هتزعل وهتتأثر، وفي نفس الوقت ما يبقاش عرضة إن الحيوان ممكن يجري أو يخاف منك وإنت ما عندكش الطريقة اللي تهديه، أو ما عندكش ثقافة إن إنت تقدر تتعامل مع حيوان خائف أو تقدر تسيطر عليه قبل ما يخاف ويجري وغيرك يصوره. ومن هنا بقى الضحك والهزار نستمر فيه، ونبتدي بقى نشير كل الفيديوهات والمشاهد المؤسفة المحزنة دي. أتمنى من الناس إن هي فعلا تلتزم وما نشوفش المناظر دي تاني يا رب. كل سنة وانتم طيبين، دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.